صديقي الدكتور جرجس لبيب أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة جورج واشنطن، فوجئت بيه بيكلمني بيقول لي أنا تحت موجود في الهول بتاع الأهرام. قلت له يا خبر، ده شرف عظيم جدا، أنت جيت أنت مش تقول لي طيب؟ بس نزلت جبته قعدت معايا في الأوضة اتكلمنا. قال لي أنا بقالي بالظبط شهر كامل في مصر بحاول أعرض مشروع عظيم جدا يفيد مصر ويفيد الدولة المصرية كلها وطلاب مصر، إن أنا جايب حوالي 50 منحة من الجامعة بتاعتي وجامعات أمريكا كلها لطلاب مصريين متفوقين علميا. جيت أقول لهم هنا في مصر، دورت لقيت الوزارة اتغيرت. كلمت الوزير اللي فات، فالوزير اللي فات بعد ما كلمت الوزير اللي فات، ما قدرتش اروح للوزير اللي فات، رحت للوزير الجديد فقال لي لا طيب انا ماليش دعوه بالوزير اللي فات، نعرض الموضوع تاني. نعرض الموضوع ازاي؟ قال لي انا هقدر اعرضه في مجلس الوزراء، عشان يعرضه في مجلس الوزراء خدوه. المهم هذا الدكتور العظيم قعد حوالي شهر في مصر، لا لقى كلمه حلوه ولا اي شيء استجابه ولا اي حاجه، وقال انا بقى مش راجع تاني وهاخد المنحه دي تاخدها اي دوله ثانيه خالص، بس انا ارجو ان انا انجح في ان هذه الدوله ليست اسرائيل. بس انا ما اعرفش ايه اللي ما بيننا وبين المصريين في الخارج. هل في طار بايت ما بيننا وبينهم؟ هل احنا بنكرههم للدرجه دي او بنحسدهم، او هم مثلا مناخيرهم فوق ما بيسالوش عننا خالص في المشاكل والحاجات اللي احنا عايشين فيها؟ يعني مثلا المفروض ان المصريين الناس المصريين في الخارج يتبرعوا لمصر. يعني هم لو اتبرع كل واحد فيهم، انا ما اعرفش حسبوها ازاي، قالوا ان هم ممكن يستطيعوا ان هم يسددوا ديون مصر، او على الاقل نص ديون مصر اللي هي بالعمله الصعبه، او حتى ربع ديون مصر، او يساعدونا دلوقتي بدل ما ناخد قرض من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي بفايده او غير فايده، لكن اهو هنتورط تحت الشروط صندوق النقد الدولي. انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، ان احنا لابد ان احنا الاساتذه والمصريين في الخارج يتعاونوا معانا واحنا نتعاون معهم، ونحس ان هم مصريين فعلا لحد النهارده، وان احنا شايلينهم في قلوبنا. وزمان كان في حاجه اسمها وزاره المصريين في الخارج، كان دي كانت موجوده، ما اعرفش راحت فين. انا عاوز المصري اللي يجي هنا يعمل حاجات عظيمه جدا ويفيد مصر ويرفع رايه مصر كلها، واحنا كمان نحس بالناس اللي بره دي ونحس بالامهم واولادهم. انا مره دكتور من الدكاتره وكنت عنده معزوم عليه في ستانفورد في ولايه ستانفورد في جنب نيويورك في امريكا. راجل عيط. ليه بتعيط ليه؟ قال لي انا بنتي بقت عندها 14 سنه وما اقدرش اعيشها هنا لان هيبقى لها صاحب وبتاع، فانا مضطر انزل مصر. لابد ان احنا نحتوي الام المصريين في الخارج، واذا لم نحتوي الام المصريين في الخارج مين يحتويها الا احنا؟